ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بجد وصفه مفيش اروع من كده. اتمنى من كل قلب ان انتوا تجربوها، لان بجد طعمها وريحتها ومشبعه جدا وصحيه جدا. يعني حاجه كده في منتهى الجمال. هنعمل حواوشي كرنب. ايه حواوشي كرنب؟ ايوه حواوشي كرنب. هنعمل كده بقى ميكس ما بين الحواوشي والكرنب، كده توليفه كده بجد تستحق التجربه. من كتر ما هتعجبكم وتعجب الاطفال وتعجب كل اللي في البيت. آه هتجربوها مرة واتنين كمان في الأسبوع. آه أنا واثقة إن هي تعجبكم إن شاء الله. حظ موفق لكل اللي هيجربها، وأتمنى من قلبي إن انتوا تجربوها، لأن بجد حلوة جدا. وأحلى حاجة كمان، الناس اللي عاملة دايت يقدروا ياكلوا منها زي ما هم عايزين. انا عندي بقى هنا حله حطيت فيها الكرنبايه دي انا حاططها سليمه، شلت القلب بتاعها بس وسلقتها زي ما هي. ضروري نسلقها زي ما هي، لان احنا لو حاولنا نفك الورق بتاعها هحس ان هي بتتقطع معايا، وانا عايزاها تبقى سليمه، عايزه الورقه سليمه عشان نعرف نحشيها. بعد ما سلقتها 10 دقايق بس عشان ما تتهريش مني، صفيتها من الميه. انا طبعا حطيت عليها ميه سخنه. بعد ما صفيتها من الميه سبتها تبرد على جنب براحتها خالص. كان نبدا المرحله اللي بعدها. عندي طاسه عليها معلقتين كبار زيت زيتون، وعندي بصلايه حجم وسط متقطعه شرايح. هبدا انزل بيها على الزيت وابدا اقلب فيها كده. اول ما احس ان هي بدات تتشوح وهتستوي هنزل عليها بقى بفلفل رومي. دول حبيتين فلفل رومي، ممكن يكونوا فلفل رومي اخضر، ممكن يكونوا الوان اللي موجود في البيت. وهديهم تقليبه. واول ما احس كده ان الفلفل الاخضر عندي بدا يخش في مرحله السوا هو والبصل، هنزل عليهم بجزرايه مبشوره. دي جزرايه واحده بس حجم وسط. هبدا اقلبهم مع بعض كده بالشكل ده. وبعد كده هحط بقى معلقه من التوم المهروس، هي ما اتصورتش بس ما تنسوهاش. بعد كده خلاص كده الاكل الحشوه بتاعتي عندي استوت. انا هنا بقى عندي كوبايه رز مسلوقه. ده مسلوق من غير زيت، من غير زبده، من غير سمنه، من غير اي ماده دهنيه. هي كوبايه رز عليها كوبايه وربع ميه ومعلقه ملح بس مش اكتر. استوت، رفعتها من على النار. بعد كده هحط بقى الخضار بتاعي، البصل والجزر والفلفل والثوم. وهي بعد كده عندي حوالي 400 جرام من اللحمه المفرومه. هبدا انزلها عليها. وهبدأ بقى احط بقية المكونات. عندي كمان ربع كوباية من البقدونس المتقطع صغير. وبعد كده هنزل عليها بقى بالبهارات بتاعتنا: ملح، فلفل، بابريكا، بهارات مجففة، اي بهار 7 بهارات. اي بهارات انتوا عايزين تحطوها تقدروا تضيفوها. تمام. بعد كده هقلب بقى الحشوة بتاعتي كده خلاص جاهزة، مش هنحط اي حاجة تاني. هبدأ اقلب كويس قوي. ونبدأ بقى نخش على المرحلة التانية، وهي مرحلة الحشو بقى. اهم حاجة في مرحلة الحشو دي ان الكرومباية ما تستويش معايا اكتر من 10 دقايق على النار. احنا كده كده هنسويها لمرحلة تانية، فلازم عشان تطلع كده مورقة معانا والورقة سليمة مش مهرية مش متقطعة. بصوا ازاي الورقة ما شاء الله حلوة سليمة معايا، بتاخد وتدي كده معايا، واحشيها حلو كده واطبقها وابقى براحتي مش قلقانة. لازم تستوي لمدة 10 دقايق بس. لو اخدت وقت اكتر من كده اتهرت معاكي، باظت الكرنبايه وباظت الوصفه. لازم احطها في حله ميه سخنه ولمده 10 دقايق بس. بعد كده بنصفيها ونسيبها تبرد، ونبدا بقى نفتح الاوراق بتاعتها ونبدا بقى نحشي زي ما انتم شايفين كده. انا هفتحها من النص وهبدا بقى احشي كده الكرنبايه بتاعتي بالحشوه الخطيره، ريحتها حلوه قوي الحشوه. وبعد كده هبدا اغطيها واشيل الزوايد بتاعه الكرنب من على الجنب بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. احنا هنسويها بطريقة، بس هي ممكن تتسوى بكذا طريقة برضو هشرح لكم. ممكن تسووها بطريقة تانية ازاي، والطريقة اللي انتوا تناسبكم تقدروا تسووها بيها اهو كده. الكرنباية عشان مستوية بس نص سوا، فهي محملة كده، واقدر اشكلها واقدر احشيها زي ما هي عايزة، من غير بقى ما تفرفط معانا كده ونحس ان هي اتهرت مننا. بصوا هي سليمة ازاي، حلوة جدا. بصوا خطيرة بجد، وصفة تستحق التجربة. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا، هتعجب الاطفال جدا. وزي ما قلت لكم بقى كمان الوجبة دي بتدفي كده وتشبع، وده حاجة احنا عايزين نوصل لها في الشتاء ده. او عندي ورقة تانية هبدأ افردها برضو كده، وهبدأ بقى احشي، املاها برضو الحشو بتاعتي. القطعة منها مشبعة جدا وصحية جدا.
هبدا اكرر بقى كده الحشو لغايه ما اخلص كميه الكرنب بتاعي. واحنا بنحشي زي ما بنحشي بالظبط الحواوشي، يعني بنفتح الرغيف ونحشي لحمه مفرومه، نفس القصه كده بنفتح الرغيف ونحشي لحمه مفرومه، مفيش اي يعني اختلاف. هبدا بقى كده اساوي الاطراف بتاعتي عشان عايزه اي كرنب زياده من بره. كده احنا خلاص خلصنا بقى الكميه بتاعتنا وحشينا كل الكرنبايه بتاعتنا كده تمام. انا عندي بقى طبق هحط فيه 4 بيضات، وهحط فيه ملح فلفل بهارات مجففه، وهبدا اقلب كويس بقى كده بالطريقه دي. وعندي طبق كبير، لازم يكون طبق واسع كده عشان احط الكرنب بتاعي او الحواوشي بتاعي كده، ما يبقاش طبق ضيق، عشان الحواوشيه بتاعتي او الكرنبايه بتاعتي ما تتهريش معانا. هصبها في الطبق الكبير ده، وهحط عليها معلقتين كبار من دقيق الشوفان، مش اكتر من كده. وممكن لو عايزين تحطوا دقيق عادي برضو ممكن، بس عشان هي صحيه اكتر فهنحط معلقتين كبار من دقيق الشوفان، واقلب كويس كده. وهبدا بقى احط بقى الحواوشي بتاعي. الحلو بقى كمان في الوصفه دي ان هي سهله قوي، ان احنا آم، هنسويها على النار من فوق على الطاسه. عايزين نسويها على الطاسه تمام، عايزين نحطها بيض بس وبعد كده نحطها في دقيق بقسماط مع شوفان ونديها بخة زيت ونحطها في الاير فراير او في الفرن، شغال. دي شغاله ودي شغاله. يعني لو عايزين تحطوها بالطريقه اللي انا عملتها كده اهي، غمستها في البيض بالشوفان، انا سويتها على الطاسه. انتوا بقى عايزين تحطوها في بيض بس من بعد كده تحطوها في دقيق وبقسماط وبعد كده تدخلوها الفرن براحتكم، او في الاير فراير زي ما انتوا حابين. دي طريقه ودي طريقه، والاتنين حلوين والاتنين كويسين. انا استسهلت الطريقه دي، دي طريقه سهله كده شويه. لكن برضو انتوا عايزين لو عاملين كميه وعندنا مثلا مش هنقعد بقى نسوي في الطاسه وكده، عايزين بقى نحطه كله مره واحده في الفرن برضو او في الاير فراير، برضو الوصفتين الطريقتين حلوين. بس لو احنا هنسويها زي ما قلت لكم في الفرن، يبقى هنحط البيض لوحده والدقيق والشوفان، البقسماط والشوفان لوحده. انا بقى عندي هنا طاسه سخنه على النار بقى غير لاصقه اهي، حطيت بس معلقتين كبار برضو من زيت الزيتون، يسخنوا كده صغيره يعني سخنه بسيطه قوي. وهبدا بقى احط الكرنب بتاعي او الحواوشي بتاعي اهو. انا عشان الطاسه بتاعتي ضيقه فانا هحط واحده واحده عشان تاخد براحتها سوا. اول ما خدت انا ههدي النار واغطيها، اول ما واراقبها بقى، اول ما احس كده ان هي خدت لون من تحت هروح مقلباها على الناحيه التانية على طول، واغطيها برضو كده دقيقتين. احنا هنهدي النار ونغطي عشان اللحمه المفرومه تستوي، يبقى كل اوريدي كل حاجه مستويه، بس عشان اللحمه المفرومه تستوي وبقيه ورقه الكرنب من بره تستوي. فانا هحطها على النار، اول ما تاخد لون من تحت كده هغطيها وهدي عليها. اول ما احس ان هي خدت لون هقلبها الناحيه التانية. بعد ما اقلبها الناحيه التانية هنزل بقى بقدونس وجبنه بقى موتزاريلا، جبنه رومي اللي انتوا عايزينه، رشه بابريكا، وهغطي عليها وهسيبها لغايه ما الجبنه تسيح ومن تحت كمان تاخد وش وتكون اللحمه كملت سواها كده. خلاص طلعتها، هنسوي واحده تانية اهي حطيتها. اول برضو ما هغطي عليها واول ما احس ان هي من تحت خلاص بدات تاخد لون وان هي استوت هبدا اقلبها بالشكل ده. وهحط برضو الجبنه والبقدونس والبابريكا وهغطي عليها واسيبها تكمل سواها من تحت. برضو اخلي بالي عشان هي ما بياخدش وقت في السوا بتاعه. عندنا الطريقه دي في السوا، وعندنا ممكن بقى نحطه في بيض بس وبعد كده نحطه في بقسماط وشوفان وبعد كده نحطه في الفرن ونديله بخة زيت بسيطه كده، وبرده هيبقى هايل كده، هايل وكده هايل. الطريقتين حلوين، تقدروا تجربوا اي طريقه فيهم، بس احنا استسهلت طريقه الطاسه دي فانا جربت طريقه الطاسه. وبرده طريقه الطاسه دي حلوه قوي، بس الجبنه تسيح ومن تحت ياخد لون خلاص انا برفع من على النار. بجد يا جماعه الوصفه دي هايله، اتمنى تجربوها فعلا، بجد حلوه قوي، مشبعه وصحيه، وهتعجبكم ان شاء الله.